لعبه زي دي فيها تهور بالطريقه ديت، والحكم شافها وحسب المخالفه لازم يحسب معاه انذار، لان هنا التعمد موجود واسهل لعبه تدي لعيب اورلاندو فيها الانذار. لكن اول حاله هنشوفها مع بعض هنا فاول لصالح لاعبي النادي الاهلي. شوف مع بعض كده، هتلاقي هنا المدافع بيستخدم اليد في ظهر لاعبي الاهلي، وطبعا هنا استخدام اليد موجود وقرار الحكم قرار صحيح. نروح للحاله اللي بعديها، هنا الحكم حسب فاول على لاعبي النادي الاهلي. شوف مع بعض طبعا هنا من الزاويه ديت مش هتبين هل في التحام بالقدم ولا لا، لكن لما نشوف من الزاويه القريبه باين طبعا ان هنا مفيش اي التحام بالقدم، وهنا قرار الحكم قرار خطا انه يحسب فاول على لاعبي النادي الاهلي. نروح للحاله اللي بعديها، هنا الحكم حسب فاول لصالح لاعبي الاهلي. لما نشوف مع بعض هنا هتلاقي فيه التحام بالقدم، وطبعا هنا الاتحام موجود وقرار الحكم قرار صحيح. نروح للحاله اللي بعديها، وهنا الحكم حسب فاول على لاعبي النادي الاهلي. شوف مع بعض برضه هتلاقي فيه التحام بالقدم، وطبعا هنا قرار الحكم قرار صحيح. نروح للحاله اللي بعديها، هنا الحكم حسب فاول على لاعبي النادي الاهلي. شوف مع بعض هنا هتلاقي اللاعب عمل التحام بجسمه ومنع لعيب اورلاندو ان هو يعدي، وطبعا هنا قرار الحكم قرار صحيح. نروح للحاله اللي بعديها، وهنا فاول لصالح لاعبي النادي الاهلي. لكن لما نشوف مع بعض هنا هتلاقي لعيب النادي الاهلي وصل للكره ولعبها، بعد كده لعيب اورلاندو كمل ووقف بقدمه على قدم لعيب النادي الاهلي. لعبه زي دي فيها تهور بالطريقه ديت، والحكم شافها وحسب المخالفه لازم يحسب معاه انذار، لان هنا التعمد موجود واسهل لعبه تدي لعيب اورلاندو فيها الانذار. لكن هنا الحكم حسب المخالفه بدون انذار، وطبعا قرار الحكم قرار خطأ. نروح للحلقه اللي بعديها، وهنا هتلاقي لعيب اورلاندو بيستخدم اليد في وش لعيب النادي الاهلي. لعبه زي دي الطبيعي الحكم بيحسب فاول، لكن هنا الحكم ما حسبش اي مخالفه، وطبعا قرار الحكم قرار خطأ. نروح للحلقه اللي بعديها، هنا الحكم حسب فاول لصالح لعيب النادي الاهلي. لما نشوف مع بعض هنا هتلاقي لعيب اورلاندو بيستخدم اليد مع لاعب الاهلي، وطبعا هنا استخدام اليد موجود وقرار الحكم قرار صحيح. دي كانت اهم الحالات التحكيميه في مباراه النادي الاهلي وفريق اورلاندو دي كانت اهم الحالات التحكيميه معانا النهارده.